السلام عليكم. الاهلي بيمارس العاده المفضله ليه وهو افتراس الانديه بالثلاثه. الاهلي ما بيعديهاش كده. المفروض الاهلي يحط جنب النسر كده ثلاثه او يحط ثلاث نسور. بقى هي خلاص، هي بقت براند عند النادي الاهلي، هو اللي يكسب بالثلاثه. ومع احترامي اي حد هيقول عن النادي الاهلي اللي هو بيكسب بالتحكيم او بالحظ، مع احترامي انت كده شايف حاجه تانية او مش معانا. اولا لو بالتحكيم، التحكيم ممكن يجيب لك مره ومره لا، يجيب لك في هدف ماتش وماتش لا، لكن كل ماتش تكسب بالثلاثه فهي مش تحكيم خالص. ولو بالحظ، الحظ بين قوسين هو التوفيق، وربنا ما بيوفقش حد غير اللي بيتعب. اللي بيتعب سبحان الله ربنا بيوفقه، الحظ ما بيجيش كده وخلاص، لكل مجتهد نصيب. فخلي بالك، سيبك بقى من حكايه الحظ والتوفيق ومش عارف التحكيم ملهاش دعوه. الاهلي يعني مفيش نادي بيكسب بالحظ او بالتحكيم يكسب كل الانديه دي بالثلاثه. انت عارف الاهلي كسب مين ومين ومين بالثلاثه؟ كسب فاركو وغزل المحله، المصري والقطن الكاميروني، اسوان واوكلاند سيتي، والزمالك وبيراميدز والاتحاد، وغير وغير وغير. ده بالثلاثات وفي بالاربعات، بس انا جبت لك ثلاثه، يعني الثلاثه بقت براند. كولر ثلاثه، واخد بالك السنه دي. فخلي بالك، الحظ والتوفيق ما بيجيش غير اللي بيتعب. ده بالنسبة للتلاتات بتاعت الأهلي. تاني حاجة، هو ليه الأهلي في حتة والأندية التانية في حتة؟ الأهلي مركز في طريقه، مركز هو عارف عايز ايه، ما بيتعبش نفسه ويركز مع حد تاني، فتلاقيه سبحان الله هو بيسابق نفسه. لكن مشكلة الزمالك والأندية التانية اللي هي مركزة مع النادي الأهلي، يعني مركزه الاهلي بيكسب بالتحكيم، الاهلي بيتجامل، الاهلي بيكسب بالحظ، فعمال تقع شاغل نفسك بغيرك. واللي خلي بالك السنتين اللي فاتوا اللي كان مخلي الزمالك ظاهر ومنور، اللي هو كان مركز في طريقه، الاداره كانت مركزه في طريقها، واللعيبه كانت مركزه في طريقها، فبتحسم الدوري وبتجيب بطولات. فاما انشغلت بالاهلي وبغير الكوره بدات تقع. دي من اسباب الوصول الزمالك للمرحله دي، او في الحاله دي اللي احنا اداره الزمالك شغلت بالها بحاجه تاني. اداره الاهلي ما بتشغلش بالها غير بفريقها وجمهورها، اداره الزمالك بتشغل بالها باي حاجه غير فريقها وجمهورها. لو جينا بقى اتكلمنا عن الماتش، خلي بالك الماتش كان سريع جدا واداؤه حلو، يعني ماتش ممتع بصراحه تتفرج عليه ما تملش. في متوشه تزهق، في متوشه ما تملش منها، ده من المتوشه اللي تحب تتفرج عليه. ماتش سريع من الطرفين. فاركو استحوذ، لكن الخطوره كانت للاهلي. خلي بالك فاركو لو عنده لعيبه بتركز شويه وكواليتي عالي شويه وخبرات، كانت قدرت تتعادل مع النادي الاهلي او تكسب في الشوط الثاني في اول 10 دقايق ولا ربع ساعه. كانوا نازلين ضاغطين، بص ضغط محترم. واول مره اشوف النادي الاهلي بيتضغط بالطريقه دي من نادي ومش عارف يفلفص زي ما بيقولوا، مش عارف. لكن خبرات النادي الاهلي بتقدر تطلع، خبرات لعيبه النادي الاهلي بتطلع من المواقف دي. عندي حمدي فتحي بصراحه تحس اللي هو بدأ يغير من مروان حمدي في الباصات. يعني مروان حمدي اللي بيميزه اللي هو بيقف على الكوره بيقطع صح وبيسلم صح والرؤيه بتاعته حلوه. حمدي فتحي الباصات بتاعته بقت حلوه جدا. القندوسي ما شاء الله، يعني انت بالك لو ديانج ومروان حمدي في نص الملعب مثلا وقدامهم القندوسي، يا نهار ابيض هتشوف الاهلي في حته تانية. واحد اسمه احمد فؤاد لعيب فاركو، اللعيب ده لعب الشوط الاول وباين خرج في الشوط الثاني مش عارف ليه، بس لعيب حلو قوي، لعيب يلعب رقم 6 صح. اللعيب ده لو راح الاهلي او الزمالك هينور اكتر من كده. اللعيب بيقطع الكوره، يعني رقم 6 ده هو بيفصل الهجمه، لا اما يقطعها لا اما يعمل فاول. لو ما عرفش يقطعها، ده ما بيعملش فاولات، بيقطع الكوره بس. يعني واحد على واحد قدام حسين الشحات بمهاره حسين الشحات ما عرفش يعدي، على القندوسي ما عرفش يعدي، بيقطع حلو قوي، بيغطي كويس جدا. واحد زي احمد فؤاد ده بتاع فاركو يعني لعيب كويس. عندك الاهلي والزمالك، الاهلي مش محتاجه والزمالك محتاجه، مفيش اكتر من كده. الزمالك محتاج واحد زي ده هيبقى فارق جدا، لعيب كويس بيقطع حلو بدون فاولات.
غير اللي عندنا في الزمالك. لو جينا بقى على ترتيب الدوري، يعني بلاش نتكلم في الترتيب، يعني الاهلي فارق كتير او خلاص يعني حسمها. الاهلي بينه وبين فيوتشر اقرب المنافسين ليه يعني 2 بونت بس، لو لعب مؤجلاته هيبقى فرق وكسبها، هيبقى فرق 11 بونت بينه وبين التاني، فرق كبير قوي. وبينه وبين بيراميدز 16 بونت، وبينه وبين الزمالك 20 بونت. يعني الزمالك وفيوتشر وبيراميدز لاعبين 23 مباراه، الاهلي لعب 20 و50، يعني لاعب 20 و50 وفارق. بالك لما يلعب الثلاثه بتوعه تاني هيبقى 59، يعني 11 بينه وبين فيوتشر، 16 بينه وبين بيراميدز، 20 بينه وبين الزمالك، فرق كبير جدا وبعيد جدا. فايه مالكش دعوه بالاهلي، سيبه، ده في ملكوت تاني، في حته تالته زي ما بيقولوا يعني، ده في الدوري مالكش دعوه بيه. الزمالك عنده فرصه السوبر المصري، عندك فرصه ماتش انقذه باي طريقه بقى، يعني عشان احنا خلصنا بصراحه. لكن اداء محترم من الاهلي، واداء اكثر احتراما من فاركو بصراحه، حتى اما فاركو خسر بالثلاثه بس اداؤه كان كويس. فاركو لو عنده جون اكثر خبره واكثر وكويس جدا، يعني اكثر خبره وجون كويس شويه كان فرق معاه، مع احترامي ليه يعني، لسه جون مش قد كده بتاع فاركو، ربنا يوفقه يعني. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.